انا في كارثه. انا ابني بيشرب سجاير، انا مش عارفه اعمل ايه. ابنك بيشرب سجاير وانت حاسه ان انت في كارثه. تعالي اقول لك هتعملي ايه. اول حاجه، قولي لباباه وقولي له خليك انت بعيد شويه وما تعرفهوش ان انت عارف. انا ههدده بيك وهحاول مره واتنين وتلاته ان هو مش هيبطل. من اول ما تقولي له ان ما تشربش ده غلط، انت هتقولي ده غلط وده حرام. وصحابه، شوفي صحابه، شوفي ماشي مع مين، شوفي بيشربوا ايه، راقبيه. وهددي بالاب مره واتنين وتلاته. اخر حاجه ان انت ممكن تعمليها ان الاب يعرف، لان ابنك لو من اول مره عرف ان ابوه عارف وما خدش موقف صارم وهو قرر الموضوع كده، يبقى ابنك خلاص حته السجاير دي مسكت فيه، عمره ما هيبطلها. هو لازم لاخر وقت خايف ان باباه يعرف، لاخر وقت خايف ان هو لو عرف ده هتحصل كارثه، ده انا ممكن يموتني. ان هو يبقى عنده رهبه الاب. انتي بقى دورك ايه؟ ان انتي تحاولي مره واتنين وتلاته، راقبيه، امنعي عنه المصروف، خدي منه التليفون، شوفيه بيصاحب مين وابعديه عنه. ما تيأسيش، اوعي تيأسي ان هو يبطل سجاير. ولو عندك ابن اكبر بيشرب وانتي كبرتي دماغك، اعرفي ان اللي بعديه على طول هيشرب زيه. فلازم تاخدي موقف صارم، اوعي تتهاوني، لان للاسف الشديد ده بقى مرض العصر. والسيجاره مش هتبقى اخر المشوار، دي السيجاره بدايه المشوار.